Welcome to Grade 7 Unit 3 Lesson 3 and 4 Part 1. أول حاجة معانا هنا في الكلمات Adventure, Blog post, Busy, Character, Heart, History, Online diary, Scary, Sensible, Strange, Wonderland, Website, Children's story, clear, information, main, queen, symbol. في بقى choose a is the wife of the king. زوجة الملك هيكون ايه؟ queen. yes. I can't play with you. لا أستطيع أن ألعب معك. أنا فعلا I'm very busy. مشغول. The lion is a animal. تبقى the lion is a scary animal. حيوان مرعب مخيف. في بعد كده language expressions تعبيرات لغوية do art, do math, go home, go swimming, get angry, make decisions twice a week. حروف الجر prepositions at the end of, frightened of, learn about, shout at, write on a website. ونلاحظ ان حرف ال W هنا حرف silent لا ينطق. play with. في حاجة choose I like drawing. بحب الرسم. I art after school. تبقى هتبقى do art. خلينا في الكلمات قبل من كده do art بمعنى أدرس الرسم. تبقى هنا I do art. تمام. Children are usually frightened dark places. خلينا قبل كده frightened بيبقى حرف الجر ايه of. frightened of. don't shout at your little brother. تبقى don't shout at لا تصيح فيه. تبقى shout at. ناخد بالنا حروف الجر مهمة جدا. بعد كده تصريف الأفعال begin, began, begun, draw, drew, drawn, swim, swam, swum, think, thought, thought. بعد كده الكلمة واللفظ بتاعها والأنتن بتاعها أو عكسها. أنتن معناها إيه؟ عكس الكلمة. angry, calm وحرف ال اللي هنا silent. تمام. brave, coward, clever, stupid, hungry, full, trusting, boring, late, early. في بعد كده language notes تعبيرات اللغوية like معناه يحب. love برضو معناه يحب. طب الفرق من like و love دي معناه يحب ودي معناه يحب. يحب شيء حاجة عادية جدا يعني حاجة يحبها ممكن ايه ما يستغناش عنها قوي يعني عادي يعني لو حاجة مش موجودة في حياتك مش هتفرق معاه قوي. اما love حاجة يحبها بشدة. تمام. like بيبقى عليها ايه الفعل اخر ing او noun. love بيبقى برضو على ايه فعل اخر ing او noun. تمام. I like swimming. انا بحب السباحة. I love learning about the past. بحب اتعلم عن الماضي. adjective ending with ed ing. الصفة المنتهية ب ed و ing. ناخد بالنا منهم كويس. الصفة المنتهية ب ed تصف الكائن الحي الذي يشعر بهذه الصفة. تمام. He doesn't know what to do. He is bored. هو لا يعرف ماذا يفعل. هو ايه يشعر بالملل. فبورد هنا الأخيرة ed تصف الكائن الحي اللي هو هو. تمام. وتصف الشعور اللي جواه. تمام. أما الصفة المنتهية ب ing تصف الكائن الحي أو الشيء الذي يسبب هذه الصفة. يعني ممكن ing ممكن تيجي مع الكائن الحي. يعني في الغالب أصلا بتيجي مع ايه مع كائن غير مع غير الحي. بس ممكن نجيبها مع كائن الحي اللي هو مسبب لهذه الصفة. تمام. The film was very boring so I didn't enjoy it. الفيلم كان ممل so ولذلك أنا ما استمتعتش بيه. تمام. في بعد كده studies adjective إرث هذه الصفات. clever person knows a lot. شخص ماهر يعرف بكثرة. knows a lot يعرف كثيرا. sensible person advise people and make good decision. بمعنى شخص حكيم يعني شخص حكيم advise people and make good decisions. بنصح الناس وبيتخذ قرارات صائبة. brave person is happy. شخص شجاع happy. do something dangerous بمعنى بيفعل أشياء خطيرة. something scary يعني scary makes you feel frightened. تشعر إيه بالخوف. feel frightened يجعلك تشعر بالإيه بالخوف. busy person شخص مشغول
is always doing something، دايما يفعل حاجة معينة، شيء ما. people often feel angry يعني ايه؟ الناس دايما بتشعر بايه؟ بالغضب when they are unhappy about something، يكونوا ايه؟ غير سعداء بخصوص شيء ما، يكونوا ايه؟ غضبانين. تمام كده؟ في بقى definition تعريفات. blog يعني blog website on which someone writes regularly. It is like an online diary، بمعنى عبارة عن موقع الناس بتستخدمه للكتابة بشكل منتظم. هو عبارة عن ايه؟ حاجة زي مفكرة يومية بس اونلاين على الانترنت يعني. تمام؟ في بعد كده الوردز والسينونيم، الكلمة المرادفها: angry، cross، clever، brilliant. في بعد كده السافكس اللي هي اللاحقة: frighten، frightened، sense، sensible. all about me، كل ما هو عني. My name is Yunus. Hi, my name is Yunus. أهلا، أنا اسمي يونس. I have got short dark curly hair. أنا أمتلك شعر قصير أسود curly مجعد. I live in Alexandria with my mom, dad and 2 brothers. أنا عايش في اسكندرية مع أبي وأمي وأخويا الاثنين. تمام؟ My favorite school subject is history. I love learning about the past. بمعنى مادتي المفضلة في المدرسة هي التاريخ، فأنا بحب التعلم عن الماضي. I like maths، بحب طبعا الرياضة، and science والعلوم، بحب برضو الرياضيات والعلوم. I do not like art because I'm not very good at drawing or painting. بمعنى أنا لا أحب الرسم لأنني لست جيد بما فيه الكفاية في التلوين والرسم. تمام؟ I often play sport after school. أنا غالبا بلعب رياضة بعد المدرسة. My favorite sport is basketball. رياضتي المفضلة هي الايه؟ باسكتبول، كرة السلة. I am good at it because I am tall and I can jump high. أنا جيد في هذه الرياضة لأنني طويل and I can jump high، واستطيع القفز عاليا. I like swimming، بحب برضه السباحة too أيضا. I go swimming twice a week، بذهب إلى السباحة مرتين في الأسبوع. At home، في المنزل I like reading and playing video games. في المنزل أحب القراءة، أحب ألعب ألعاب الفيديو جيمز، ألعاب الفيديو. I don't like watching TV، لا أحب أشاهد التلفزيون. I think it is boring، أعتقد إنه ممل، شيء يدعو للملل. تمام؟ What do you think of watching TV؟ ماذا تعتقد أو ما هو رأيك في مشاهدة التلفزيون؟ ممكن نقول I think it is boring، أنا أعتقد إنه شيء ممل يدعو للملل. تمام؟ Why doesn't Yunus like art؟ ليه يونس بيحبش الرسم؟ هنقول because، طبعا عشان السؤال بواي نجاوب because. تمام؟ because I am not very good at drawing or painting، لأنه هو ليس جيد في الرسم ولا التلوين. not very good at drawing or painting. تمام؟ الجزء بعد كده Alice Adventures in Wonderland، مغامرات أليس حول في بلاد العجائب by لويس كارول، عن طريق المؤلف لويس كارول. Alice Adventure in Wonderland is a famous children's story. قصة أليس في بلاد العجائب هي قصة الأطفال مشهورة، قصة مخصصة للأطفال مشهورة جدا. Alice's adventure begins when she goes to Wonderland. مغامرة أليس بتبدأ لما تذهب إلى بلاد العجائب. Alice thinks that Wonderland is interesting. أليس تعتقد إن Wonderland ديت، بلاد العجائب ديت، شيء شيق. But it is a strange place. لكنه مكان غريب جدا بالنسبة لها. She is a sensible girl. هي فتاة حكيمة. But she doesn't understand Wonderland. بس هي لا تستطيع أن تفهم ما هي بلاد العجائب. Alice is also brave and clever. أليس أيضا هي فتاة شجاعة وماهرة. She meets a lot of interesting characters. بمعنى هي بتقابل الكثير من الشخصيات المثيرة للاهتمام. Alice often sees the white rabbit. أليس غالبا ما بتشاهد الأرنب الأبيض white rabbit. The white rabbit is very busy. الأرنب الأبيض دوت دايما مشغول. And he is usually very late. ودايما هو يكون متأخر. He always runs fast. هو دائما يجري بسرعة. The Cheshire cat is a funny animal. القطة دايما شيشاير دي is a funny animal. حيوان funny ممتع. He has got a big smile and he is very friendly. هو لديه ابتسامة كبيرة وودود جدا.
He tells Alice about Wonderland and he helps her to find different places and characters. هو بيساعد أليس إنها تحصل على أماكن مختلفة وشخصيات أيضا مختلفة. بقول لها كل القصة عن إيه؟ Wonderland بلد العجائب. The Queen of Hearts ملكة القلوب دي is not very nice ليست جيدة جدا. She is a scary person هي شخص إيه؟ مخيف. She is always angry دايما غاضبة and she shouts at people وهي بتزعق وتصيح في الناس. Alice is brave أليس شجاعة so she isn't frightened of her وعشان كده هي ليست خائفة منها. At the end of the story all the characters help Alice so she can go home again. في النهاية في القصة جميع الشخصيات في القصة بيساعدوا أليس عشان ترجع للمنزل مجددا. Alice is brave girl explain. أليس بنت شجاعة وضح. هنقول she is not frightened of her لأن الناس خايفة من إيه؟ من the Queen of Hearts من ملكة القلوب دي. تمام؟ What have you learned from the story؟ ماذا تعلمت من القصة ديت؟ To be sensible ممكن نقول to be brave and sensible sensible يكون شخص حكيم يكون إيه؟ brave شجاع. تمام؟ الجزء بعد كده describing a character from a story وصف شخصية في قصة. تمام. She is a clever, brave and sensible. She goes to Wonderland. هي شخصية ماهرة وشجاعة وعاقلة. هي تذهب إلى بلاد العجائب. She is Alice. إنها تكون إيه؟ Alice. He is very busy. دايما مشغول. And he is usually very late. He always runs fast. هو دايما مشغول. هو دايما متأخر ويجري بسرعة دائما. هو إيه؟ He is the rabbit, white rabbit. هي إيه؟ الأرنب الأبيض أو white rabbit. He is funny animal. هو حيوان مضحك. He has got a big smile and he is very friendly. هو لديه ابتسامة كبيرة وودود جدا. He is the Cheshire cat. اسمه Cheshire cat. تمام. بعد كده How to write about your favorite book. كيف تكتب عن كتابك المفضل. أول حاجة بقول I like reading. بحب الإيه؟ القراءة. I like reading books by. بعد كده بكتب اسم المؤلف أو كاتب. My favorite book كتاب المفضل يكون بكتب اسم الكتاب واسم القصة. It's about a girl boy called. إنه عن فتاة أو عن ولد اسمه كذا. تمام. نجيب example معنا مثال. The book I like. الكتاب الذي أحبه. I like reading because reading is my favorite hobby. أنا بحب القراءة وكتابي والقراءة is my favorite hobby لأن القراءة هي هوايتي المفضلة. I like reading books. بحب أقرأ كتب by Lewis Carroll. بمعنى بحب أقرأ الكتب اللي هي تأليف لويس كارول. My favorite story book is Alice Adventures in Wonderland. بمعنى كتابي أو قصتي المفضلة تكون رحلة أليس أو مغامرة أليس في بلاد العجائب. It's about a girl. إنها يكون عن بنت called Alice تسمى أليس. Alice has a lot of adventures in Wonderland. بمعنى أن أليس لديها كثير من المغامرات في بلاد العجائب. She meets a lot of interesting characters in Wonderland. هي بتقابل الكثير من الشخصيات المثيرة في بلاد العجائب. She meets the white rabbit. هي بتقابل white rabbit الأرنب الأبيض دوت which is always زي يكون دايما مشغول. She also meets the Cheshire cat which has a big smile. هي برضو بتقابل Cheshire cat اللي هو دايما عنده ابتسامة إيه كبيرة عريضة كده. At last في النهاية she meets the Queen of Hearts. وفي الآخر في النهاية بتقابل ملكة الإيه القلوب دي. She is always angry and shouts at people. هي لما تكون غضبانة لما تكون غضبانة جدا ودايما بتصيح في الناس بتزعق في الناس. At the end of the story في هذه القصة all the characters help Alice so she can go home again. في نهاية القصة جميع الشخصيات بتساعد أليس إنها ترجع تاني لمنزلها مجددا. How to write about your best friend. كيف تكتب عن صديقك المفضل. أول حاجة بقول my best friend is called. بقول my best friend is called. صديقي المفضل يكون بكتب اسمه. He or she has got صفة hair. بكتب الستايل بتاع شعره ايه. أول حاجة he or she likes. بكتب اسم الهواية بيحب هواية بالظبط. I like him. أنا بحبه because he is a lot of fun لأنه ايه مضحك جدا أو مرح جدا. تمام. my best friend صديقي المفضل. I have many friends. أنا لدي كثير من الأصدقاء. we go to school together. بنذهب للمدرسة مع بعض. I like to spend a good time with them. بحب أقضي وقتي معهم. we usually play together. نحن نلعب دايما مع بعض. we help each other. بنساعد بعضنا البعض.
I like them all. بس بحبهم كلهم. But my best friend is called فاطمة. صديقتي المفضلة هي تكون إيه؟ فاطمة. She has got long straight hair. لديها شعر مستقيم طويل. مفروض يعني. She has got brown eyes. عندها عيون بني. She is very friendly. هي فعلا إيه؟ ودودة. She likes reading and playing squash. هي بتحب القراءة ولعبة السكواش. I like her because she is a lot of fun. بحبها جدا لأنها إيه؟ مرحة. She helps me when I need help. هي بتساعدني لما أكون محتاج مساعدة. She usually visits me at home. هي عادة ما بتزورني في المنزل. My parents like her. والداي بيحبوها أيضا. Too. They say that she is a good girl. هما بيقولوا لي إنها إيه؟ بنت جيدة. I hope we go to the same university. أنا بتمنى نحن نروح نفس الجامعة بعد كده بعد المدرسة.